السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ ايه الأخبار؟ وحشتوني من آخر روتين قدمناه مع بعض. إن شاء الله الروتين ده يعجبكم جدا، في أفكار حلوة وفي حاجات جميلة جدا إن شاء الله تعجبكم. أتمنى بس لو الفيديو عجبكم أو فيديوهاتي بتعجبكم تكملوا الفيديو للآخر، لأن حصل لبس إن الناس لما شافت الفيديو اللي فات فكروا ان دي مشكلتي الخاصة. ليه بقى؟ عشان هما شافوا اول دقيقتين او اول دقيقة في المقدمة وبعد كده طلعوا وفكروا بقى ان دي مشكلتي الخاصة وبعتولي على الخاص. ليه يا بنات؟ انتوا لو كنتوا كملتوا الفيديو للنهاية كنتوا عرفتوا ان دي مش مشكلتي الخاصة، وكنتوا عرفتوا برضو شوية نصايح وشوية حاجات يعني كويسة كده احنا قلناها في الفيديو، وكان فيديو قوي جدا وفي حاجات حلوة جدا كانت هتعجبكم. نبتدي كده الفيديو. بسم الله. عملت كده فطار سريع، الوقت كان يعني متأخر شوية، ما كانش بدري، يعني كان الساعة 11. سندوتش فلافل، سندوتش لانشون. انا من النوع اللي ما بجيبش لانشون كتير في البيت يعني الولاد يعني. تمام. بس يا بنات ما بقدرش ان انا امنع خالص، يعني برضو الممنوع مرغوب. ففطرت كده فطار سريع وحبيت ان انا اعمل شوية قرص. جبت كوباية فيها ربع كوباية من المية الدافية. تمام. وحطيت معلقة من السكر، وكمان حطيت معلقة كبيرة من الخميرة أو معلقة ونص خميرة. تمام. وكمان هسيب بقى الخميرة تختمر كده مع نفسها وترفع مع نفسها. احنا كده بنختبر الخميرة يا بنات. معايا 6 كوبايات من الدقيق المنخول. بصوا الدقيق بالكوبايات اللي هي بتاعت الشاي العادية خالص. تمام. 6 كوبايات منخولين. حطيت رشة ملح ومعلقة كبيرة من السكر، ممكن معلقتين عادي. وكمان معلقة كبيرة ونص من البيكنج باودر. ممكن احط لبن بودرة بنات، بس انا هعجن بحاجة كده ان شاء الله تدي، عايزة اقول لكم مدية للقرص طعم خطير. بعد ما قلبت المكونات الجافة مع بعضها، نزلت بكوباية الا ربع من السمنة على الزيت. حطيت نص كوباية سمنة وكملت التلات ارباع زيت. تمام. الزيت بيديها طعم حلو قوي وبيخليها كده حلوة. فيها قرمشة بسيطة كده. تمام. هي بتبقى طرية بس بيبقى وشها مقرمش كده، ايه، بسيطة. حطيت بقى يا بنات الخميرة بتاعتي، الحمد لله يعني ايه، طلعت شغالة. اختبرتها وطلعت شغالة وزي الفل. دلوقتي بقى انا بعجن بايه؟ بعجن بشرش اللبن. كنت جايبة كيلو لبن وبعد ما غليته يا بنات قطع، يعني بقى لبن قاطع معايا. تمام. اعمل ايه؟ يترمى؟ لا طبعا. لا طبعا ما يترماش. خدت منه قطع الجبن اللي هي القطع يعني منه دي. عملتها جبنة كريمي، وطبعا لو كنتوا كملتوا الفيديو اللي فات كنتوا عرفتوا ان انا قلت طريقتها بالتفصيل ووريتها لكم، وطعمها خطير بجد. تمام. الشرش بقى اللي نزل منها عملت بيه ايه؟ قلت اعمل بيه ايه؟ شوية قرص كده، بس القرص دي ان شاء الله تعجبكم. هنعمل لها حشوة حلوة قوي. بصوا يا بنات، القرص دي بتحتاج عجن يعني كتير شوية. حاولي تعجنيها حوالي 5 دقايق كده. بعد كده بصوا انا حطيت ايدي فيها غرزت شوية. ليه بقى كده؟ تعرفي ان العجينة بتاعتك خدت حقها يعني في العجن كويس جدا. هبتدي اغطيها واسيبها حوالي ساعة على ما اخلص اللي ورايا. تمام. هبتدي اعمل ايه انا يا بنات؟ وانا بودي الولاد الحضانه الصبح بتاع الفراخ كان فتح، فقلت ايه، انا بقالي كتير قوي ما عملتش كبد وقوانص، اما اجيب الكبد والقوانص. الناس اللي ملهاش في الكبد والقوانص والناس اللي بتقرف منها والناس اللي بتعملها وما بتتظبطش معاها، انا جايبها لكم اهو من اول التنظيف. عملت ايه؟ جبت البلاستيكه دي او الطبق ده، حطيت فيه شويه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه عادي مفيش مشاكل. يعني ما تحطيش ميه دافيه وما تحطيش ميه سخنه. ميه عاديه من الحنفيه، معلقتين من الملح، ليمونه كبيره تعصريها بقشرها. وكمان حطيت شويه دقيق، يعني حوالي 3 4 معالق كده، وتقلبيهم مع بعضهم. ممكن تكتري 5 6 معالق مفيش مشاكل، وتسيبيهم كده. هبتدي بقى ايه؟ بظهر السكينه او بسن السكينه عادي، وابتدي اشيل الدهون اللي بتبقى على القوانص. هي لما القوانص يا بنات بتتباع لوحدها هي والكبد ما بينضفوهاش طبعا، عشان بتوزن الدهون دي بتوزن معاهم يعني. تمام. هبتدي اقطعها كده او انضفها زي ما انتم شايفين كده، واخليها زي القشطه. اشيل الدهون الزياده اللي بتبقى فيها دي، بتبقى تقيله يعني.
وبتبقى مش نضيفة. هابتدي أكحّتها كده الحتّة اللي هي اللي شبه اللحمة دي كده، أبتدي أكحّتها بالسكينة. شايفين شكلها بقى زي الفل. هابتدي أخلّص بقى كميتي كلّها وأرجع تاني معاكم. اللي هاخلّصه يا بنات هاحطّه في الطبق بتاعي، تمام. هاسيبه نُص ساعة، ما أكتّرش عن نُص ساعة علشان الكبدة بتاعتي ما تتهراش. هاروح بقى إيه، رُحت بقى إيه، لفّيت في الشقة لفّة كده سريعة ونضّفتها تنضيفة سريعة. يعني كنست، لمّيت الغسيل، حطّيته في الغسالة، عملت دورة غسيل وإيه ونشّرتها على ما الساعة خلصت، تمام. لأ، الغسيل يا بنات لسه في الغسالة، لسه الساعة ما عدّتش. تمام. هابتدي بقى إيه، أعمل إيه دلوقتي. خلاص العجين بتاعي خَمَر، هابتدي أقطّعه كده واحدة، واحدة زي ما أنتم شايفين. النهارده بقى هنتكلّم في موضوع حلو أوي، وأكيد في ناس كتير مننا أوي عارفينه، بس حبيت برضه أقوله يعني. فذكر إن التذكرة تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتمنى يا رب بس أكون قُلتها صح. زي ما أنتم شايفين كده أنا عملتها إزاي، أنتم شايفين أنا باعمل إزاي وأنا باتكلم، تمام. موضوعنا النهارده هنتكلم عن إيه، زي ما أنتم شايفين في العنوان فصبر جميل. هو المُتعارف عليه إن فصبر جميل أو فصبر جميل لقصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، بس النهارده أنا هاتكلم عن قصة سيدنا أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام كان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. نزلت عليه مصايب لا يمكن حد يتحمّلها إلا نبي، تمام. نبي، ما حدش يقدر يتحمّل المصايب دي. كان يعني مريض طريح الفراش، يعني يُقال ل18 سَنة، 18 سَنة ما بيقدرش يتحرّك من على السرير. يعني كان في مصايب حواليه زي إيه، كل أولاده ماتوا، خسر ماله، خسر أهله، خسر صحابه، خسر صحته، خسر قصره. فضل صامد وصابر ومتحمّل لحد ما راحت زوجته تشتغل في البيوت عشان تقدر تصرف على البيت وما تخلّيش جوزها محتاج حاجة، ما تخلّيش أي حد يصرف عليهم. ومع ذلك الناس طردوها، خافوا إنها تنقل لهم المرض بتاع زوجها يعني لو كان مُعدي. وفي وقت من الأوقات راحت قصِّت شعرها وباعته في السوق عشان تقدر تستر بيتها وجوزها. يعني شوفوا زوجته عملت إيه. شوفوا يا بنات المسلمين، شوفوا. ما قالتش أنا مالي وأنا كنت واخداك بصحتك ولا الكلام ده خالص، لأ، وقفت جنب جوزها عشان عارفة إن هو يعني طبعًا فاهمين أنا قصدي إيه. زوجها بقى طبعًا لمّا شافها، يعني سيدنا أيوب لمّا شافها رفع يعني لمّا شاف شعرها كده، طبعًا البنت أو الست بتعتز، أغلى حاجة عندها شعرها. لمّا شافها كده رفع إيده للسما وقال إيه، قال: "رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين." ما قالش هلكني يعني هلكتني المصايب والّا أتعبني الابتلاء. ما قالش يا رب اشفيني، ما قالش يا رب أنت بتعمل معايا كده ليه. أنتم فاهمين أنا باتكلم في إيه؟ خجلًا من الله قال مسّني. عارفين يعني إيه مسّني؟ يعني رغم كل الابتلاءات والمصايب والصعاب اللي هو شافها قال مسّني وأنت أرحم الراحمين. يعني يا ربنا مش بعملي ولا عشان أنا نبي ولا علشان أنا يعني بقى لي 18 سنة في ابتلاء وصبر، لا، 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 لا خالص. مش لإني صبرت، لأ، لإن أنت أرحم الراحمين. فطبعًا جه الرد سريعًا، الرد من ربنا سبحانه وتعالى سريعًا، فاستجبنا له. الفاء قبل استجبنا له يا بنات، يعني الفاء تفيد السرعة، تمام. إحنا بقى بُصّوا بقى إحنا إيه بقى، إحنا بقى لمّا بتحصل لنا حاجة والّا مشكلة بنبقى شايفينها كل الدنيا وكل حاجة، نقول ليه بس كده يا رب بيحصل معايا كده ليه، أنت مش شايف البلاوي والمصايب اللي إحنا فيها، مش كفاية الغلا، مش كفاية اللي إحنا فيه، مش كفاية، مش كفاية، مش كفاية. لازم نتعلم الأدب، الأدب مع الله. شوفوا النبي أهو واتعلم الأدب مع الله. قال مسّني برغم كل المصايب والابتلاءات اللي هو فيها والصعاب، قال إيه، قال مسّني. وإحنا لازم نتعلم الأدب مع ربنا، يعني نتعلم الأدب الأول وبعد كده نصبر على الابتلاء وبعد كده ندعي الله سبحانه وتعالى بما نشاء، تمام. وأكيد الإجابة إن شاء الله هتكون فاستجبنا له. أتمنى يا بنات النهارده يكون الموضوع حلو. أنا صراحة حبيته جدًا وحابة القصة وكل ما باسمعها جسمي بيقشعر صراحة يعني. بُصّوا أنا بالنسبة للعجين بقى سِبتها متغطية 10 دقايق يا بنات. اللي هو بعد ما قرّصتها كده وعملتها كِوَر سِبتها متغطية 10 دقايق. بعد كده عملتها إيه،
بعد كده جبتها حطيت فيها معلقه سكر. السكر ده متقلب عليه معلقتين من الدقيق الابيض او معلقتين من السميد. انا سمعت يعني، انا دايما بعملها بسكر بس سمعت ناس بتقولك لا ده بتحط عليها دقيق وتحط عليها سميد او الكلام ده، فانا حطيت معلقتين. حسيته انه عادي يعني خالص، يعني السكر عادي، هي زي ما هي يعني. تمام. حطيت عليها معلقتين دقيق وقلبتهم مع السكر. حشيت كده معلقه من السكر. بس بقفل كويس يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شفتوني بقفل كويس يعني. كميه العجين الكتير بتبقى تحت. تمام. وبعد كده عملت ايه؟ بعد كده غرستها في شويه ميه، وبعد كده غرستها فين؟ حطيتها في طبق فيه بتنزلي في الميه وتطلعها على طول. وبعد كده حطيت فيه الطبق اللي فيه سمسم على 3 4 معالق سكر. بتقلبي السمسم مع السكر كده عشان السكر لما يسيح يثبت السمسم، ما تلاقيش السمسم كله في الصينيه والصينيه تتحرق. لا، بيديها طعم حلو قوي وكرمله كده حلوه. تمام. وابتدي ايه اكمل في طريقي واحطها كده في الصينيه زي ما انتوا شفتوا معايا. وكمان هبططها كده حاجه بسيطه جدا، مرتين تلاتة كده، ما تتكش عليها وافردها وارفعها لا خالص. وبعد كده هكمل كميتي كلها واسيبها متغطيه كلها بقماش لمده نص ساعه. وبعد كده بنسويها على درجه حراره 200 على الرف الاوسط. بصوا بقى يا بنات، الكبده والانثى والقلب، القلب زي ما انتوا شفتوا كده انا بفتحه عشان اشيل اي حاجه شعيرات دمويه بتبقى في القلب كده. تمام. عملت ايه؟ جبت بصلايه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت بصلايه كبيره حطيتها في الطاسه، وكمان مجرد ما دبلت او اصفرت معايا نزلت القوانص على درجه حراره عاليه طبعا. ما جتش جنبها غير لما خدت لون من تحت. بعد كده بدات اقلبها وهديت عليها النار وغطيتها حوالي تاخد غلوتين كده من غير ميه خالص، ما تحطيش ميه خالص. تمام. اديت لها غلوتين وبعد كده ابتديت احط عليها ايه؟ زي ما انتوا شفتوا كده حطيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطيت الكبد طبعا بعد ما القوانص بتاخد وقت معايا. حطيت الكبد وبعد كده حطيت الفلفل، وبعد كده مجرد ما الكبده ما اقلبش فيها كتير، مجرد ما تاخد لون ابتدي اقلب فيها. وبعد كده حطيت فلفل اخضر وتوم وملح وفلفل اسود. اتمنى النهارده اكلي يكون عجبكم، وكمان القرص تكون عجبتكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا بحب اديها اللون المحروق اللي تحت ده، وكمان لونها من فوق تحفه. بطلعها مجرد ما بتطلع يا بنات برش عليها شويه ميه صغيرين وهم في الصواني. تمام. ما احطهمش على بعض وارش ميه عشان ما تعجنش وتلزق في بعضها. بعد كده مجرد ما بتبرد بحطها في قماشه نظيفه. تمام يا بنات. وبعد كده لما احب بقى مثلا ان انا اشيلها في الفريزر، احطها في اكياس نظيفه واقفلها كويس واطلع منها الهواء، احطها في الفريزر. وبعد كده اطلعها اسخنها في الميكروويف او احطها شويه كده بره على الرخامه، وبعد كده اسخنها كانك لسه عاملاها. بجد طعمها خطير جدا جدا جدا، وعملت معايا كميه هي ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى لو عجبك الفيديو النهارده ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.